السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. هكلمكم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، وهي تسجيل بيانات الخط. كنا زمان بنشتري الخطوط من على الرصيفة والسنترالات والمحلات، أي حد ممكن يجيب لك خط. وأكيد كان زمان في خطوط كتيرة مش متسجلة بأرقام أو متسجلة بأرقام ناس تانية خالص، فأنت يكون معاك الخط بقاله 15 سنة و20 سنة أو 10 سنين والخط مش متسجل باسمك. لو الخط لا قدر الله ضاع أو الشريحة اتحرقت، تروح الفرع يقول لك الخط مش متسجل باسمك، وكمان مش هيقدر يرجع لك الخط. الحاجة كمان اللي دلوقتي في مشكلة إن الدولة قننت موضوع بيع الخطوط. الوقت الخطوط بتتباع فقط في فروع الشركات. كمان الدولة أصدرت برنامج اسمه ماينترا تابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. من خلال تسجيلك عليه وبتدخل الرقم القومي بتعرف الخط متسجل باسمك ولا لا. كمان بتعرف كمية الخطوط اللي متسجلة باسمك ولا لا. هسيب لكم رابط الفيديو. ناس كتير هتتفاجئ ان ليها خطوط كتيرة جدا باسمها ومش معاها، ودي بتعمل لك مشاكل كتيرة جدا، ان حد ممكن يعمل مشكلة لأي حد ويكون عليك عقوبة مدنية وكمان عقوبة جنائية لو هو استخدمه في حاجة مش كويسة. تمام. ولو انت معكش خط، لو انت معاك خط فودافون ومعكش مثلا برنامج ماينترا او معرفش تسجل عليه، ممكن تطلب الكود نجمة 145 نجمة رقم بطاقتك شباك. بيجي لك اشعار هل الخط متسجل باسمك ولا الخط مش متسجل باسمك. لو الخط مش متسجل باسمك لازم بقى تدور على عقد قديم او على علبة الخط وتتوجه لأقرب فرع فودافون وبتعمل طلب تسجيل الخط. انت حضرتك بتعمل طلب تسجيل الخط. لو معكش عقد او معاك علبة الخط، بتجيب بيانات الخط لمدة شهر، وهي تلات كروت انت شاحنهم، وكمان ارقام انت بتكلمها على طول، وارقام بتحول لها رصيد، وبتعمل طلب في شركة فودافون. لو فودافون ما رضتش تعمل لك الطلب، بتتصل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 155 تعمل شكوى برضو، ولازم ترفق بيانات الخط عشان تثبت ان الخط انت بتستخدمه على طول، وان شاء الله بيتسجل الخط باسمك. الموضوع مهم جدا. الناس تنزل برنامج ماينترا او تطلب الكود نجمة 145 شباك بالنسبة لشبكة فودافون فقط، وتشوف الخطوط اللي متسجلة باسمها، لان الموضوع خطير جدا. وناس كتيرة بتكون رابطة الموبايل بتاعها بكل حساباتها البنكية، وكمان حساب الفيس وحساب الواتساب وكل حاجة. فلو الخط لا قدر الله وقع في ايد حد مش كويس او غير امين، هيبدأ يلخبط لك كل حياتك اللي انت رابطها برقم الموبايل. الناس تتأكد، والناس تحاول تسجل الخطوط بتاعتها باسمها، والناس كمان تنزل برنامج ماينترا وتعرف الخطوط اللي متسجلة باسمها، لان في ناس كتيرة بتعمل عمليات نصب وعملية احتيال باستخدام الموبايل، زي اللي هم بتوع العمالة المؤقتة اللي يقول لك انت كسبت 3000 جنيه و4000 جنيه، ويبدأ يتصل بناس. هو بيتصل وبيعمل الموضوع ده لانه متأكد ان معلوش اي حاجة جنائية، لان بيكون الخط مش باسم الراجل اللي بينصب على الناس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تعملوا لايك وشير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.